هيونداي سوناتا على سرعة 60 برضو. هيونداي في وسائل الأمان معروفة في بلادنا إن هي ضعيفة. توقع كده الاختبار ده هيبقى عامل إزاي قبل ما نبتدي؟ توقعت؟ يلا نشوف. الحقيقة إن السوناتا حاولت على قد ما تقدر، ولكن للأسف في الآخر برضو فشلت، وشالت الراجل مقص من تحت كده وطيرته في الهواء. الحقيقة هيونداي في أغلب عربياتها، مش هقول في كل عربياتها، نظم الأمان فيها مخيبة للأمال، ده إذا كان أصلا فيها نظم أمان. لأن شوية العربيات اللي موجودة عندنا بتبقى 90 فئة، منهم 89 فئة ما فيهاش وسائل أمان كفاية. العربية اللي بعد كده كيا أوبتيما على سرعة 40 كيلومتر. هل الكيا هتكون زي الهيونداي بما إنهم شركة واحدة، ولا القصة هتختلف؟ الحقيقة القصة كانت أسوأ، والدمية طارت في الهوا شاشي، وتحس ان العربية مش بتفرمل اصلا. مش عارف ده راجع لضعف نظام الطوارئ، ولا ضعف الفرامل، ولا ضعف الاتنين مع بعض. بس في الاخر النتيجة كارثية، ولو الدمية دي عبارة عن شخص مش هيكون فيه اي فرصة لنجاته. لما نشوف الاختبار تاني بالتصوير البطيء، هتلاقي ان العربية ما استجابتش تماما للموضوع. يعني تقريبا العربية ما حاولتش اصلا تقف، وكملت طريقها عادي اكن مفيش اي حاجة قدامها. فنقدر نقول بمنتهى البساطة ان النظام اكنه مش موجود، وان هو فاشل تماما، زيها زي اختها هيونداي بالظبط.